أفضل طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية بطريقة اقتصادية جدا. ولا هقولك زبدة ولا هقولك حليب ولا أي حاجة خالص، بمكونات اقتصادية لدرجة ما تتخيليهاش، والنتيجة وهمية زي ما انت شايفة كده. قرص اللهم صل على النبي، جميلة قوي قوي يا جماعة، تتاكل كده يعني، وإلا الريحة بقى مش عايزة أقولك. ومكونات بسيطة خالص من غير ما تكلفي نفسك. كل الحكاية كيلو ونص من الدقيق، عملوا لي كمية ما شاء الله حلوة جدا. تقريبا وفرت 200 جنيه لو كنت اشتريت الحاجات دي او كمية القرص ديت من بره. ده غير الطعم بقى، مش عايزة اقولك على الطعم وعلى الريحة. ده في بيتك واملي بيتك خير بامكانيات بسيطة خالص خالص. واقولك على طريقة جدتي الله يرحمها، ادعوا لها بالرحمة. على الطريقة دي كانت بتعمل لنا القرص طول الشتاء، مع شوية شاي بقى كده الصبح وبالليل. يعني انسي بقى اي برد واي حاجة. دي احلى حاجة تدفي في الشتاء. ده غير ان انتي ممكن تحطيها لولادك في السندوتشات، يعني بدل السندوتشات. شايفة الطراوة، شايفة الطرية قد ايه، وطعمها جميل جدا. وكمان هقولك على كل الاسرار اللي تطلعها معاكي ناجحة كده. وكمان هقولك على اسرار التسوية، وكل حاجة، كل التفاصيل اللي تخليها جميلة ولذيذة وحلوة بالشكل ده. يعني انا وانا بصور كلت تقريبا نص الكمية يعني، لانها جميلة جميلة جدا جدا. يعني انا انصحك اعملي ضعف الكمية، اعملي كمية كبيرة عشان هتتنسف مش هتلاقيها. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا. حطيت كيلو ونص من الدقيق، وبعد كده هنحط كيس او معلقة كبيرة من البيكنج باودر. الكيس ده كان متاخد منه قبل كده. وبعد كده انا عندي هنا اللي هيخليني يعني يغنيني عن كل حاجة، يغنيكي عن الزبدة وعن اي حاجة، هو الزبادي. حطيت كوبايتين من الزبادي كبار، وكمان حط كوباية ونص من الدقيق. لو من الزيت قصدي. طبعا تنقي نوع زيت يكون نضيف علشان خاطر طعم القرص تكون حلوة. كوباية ونص من الزيت زي ما انتم شايفين. لو حسيت انه محتاج تاني زيت هحطله، لانه مش كل انواع الدقيق زي بعضها. في انواع دقيق بتبين الحاجة او الادام، وفي لا. ودي كنت نسيناها بقى رشة ملح، يعني معلقة صغيرة كده من الملح. طبعا مجهزين الخميرة زي ما احنا عارفين، قطعة كبيرة من الخميرة البلدية مع معلقة كبيرة او معلقتين من السكر، وفي مية دافية، وبركنها لحد لما تبدأ انها تخمر. انا بقى بعمل الخطوة دي على بال ما تخمر. يعني ماما هنا دلوقتي بتظبط العجين على بال ما الخميرة تخمر. نخلناه واضفنا عليه الملح والبيكنج باودر. البيكنج باودر ده علشان تفضل القرص معاكي طريه لحد زي ما انت عايزه. وكمان هقولك ازاي تخزني القرص دي وتحفظيها في التلاجة. وتحفظيها اكتر، يعني تحفظيها فتره طويله في الفريزر كمان. بعد كده الخميره اول ما خمرت انا ركنتها لحد ما تخمر في ميه دافيه. كوبايه ميه دافيه عليها معلقه كبيره من كيس خميره مثلا. على المقدار ده كفايه كيس خميره. لو هتضعف المقدار هتضعف الكميه. ومعلقه سكر او معلقتين سكر كبار، وبنقلبهم ونركنهم. وبنكون مسكنا الدقيق، دهناه كويس قوي في الزيت، بحيث ان مفيش حبايه دقيق واحده يكون ما جاش عليها زيت. وزي ما شفتوا كده احنا احتاجنا تاني، يعني ده كيلو ونص من الدقيق، حطيت لي حوالي كوبايتين الا ربع من الزيت، على حسب نوعيه الدقيق. بس الدقيق ده على فكره نوعيته جميله جدا، ده دقيق عادي خالص من عند العطار. دي سايب لكل الاغراض، دي متعدد الاغراض يعني. حاولي على قد ما تقدري هنا ان انتي ما تعجنيش، مش بتلتي، لا انا بحاول بنلم العجين. يعني خلي دايما ان انتي بتلمي العجين مش بتلتي، عشان ما تطلعش القرص بتشد، تطلع القرص بتدوب كده في البق وانت بتاكليها، وتبقى اسفنجية وجميلة. على قد ما تقدري ما تلتيش. تمام، احنا بس بنلم العجين. بعد كده حسينا ان نحتاج شوية مية صغيرة، نحط شوية مية بسيطة خالص. وبرده شايفة ما بنلتش ونعجنها، لا، مش زي الرقاق مثلا او زي عجينة البيتزا، لا. ده سر من اسرار العجينة دي، انها تبقى جميلة وطعمها جميل جدا جدا، وباين فيها كل حاجة. مش هستخدم زبدة خالص نهائي، وهتشوفي العجينة والقرص دي هتبقى عاملة ازاي.
بس نفذي كل الخطوات اللي انا بقولك عليها بمنتهى الهدوء. اول ما بنكمل، لا يعني عجن من غير ما نكون برضو زي ما انت شايفة العجين مش ملتوت خالص، يعني مش بنشد ونفرده كده ونتنيه زي ما بنعمل في البيتزا، لا، ولا في الرقاق. انا عايزاها كده، مش معجونة قوي، فاهماني؟ هي كده. هنلفها بقى ونسيبها تخمر، هنغطيها كويس جدا. طبعا الجو ساقع، فهتسيبيها لحد لما حجمها يتضاعف. اما حجمها يتضاعف هنبدأ بقى، شايفة ريحتها وجمالها خطيرة خطيرة خطيرة. وشايفة بقى من جوه عاملة ازاي، عشان كده قلتلك ما تلتيهاش، بتبقى من جوه يعني مدياك الشكل ده. بنبدأ نقطعها قطع صغيرة بقى او حسب ما انتي حابة، ونكون مجهزين العجوة. طبعا العجوة دي انتي بتعمليها يا اما تجيبيها جاهزة يا اما بتعمليها بنفسك. بنشتري البلح اللي هو الكبيس ده، او البلح الرطب، ومش رطب بقى، اللي هو الايه، البلح تمر الطري. وبنحط عليه معلقتين كبار من الزبدة او من الزيت، وبندعكه كويس قوي. اول قبل كده بننضفه وبنشيل النوى اللي فيه، وبندعكه كويس قوي، وبنعمله كور صغيرة وبنحشي بيها. القرص اللي فيها زبدة هسيبها سليمة، والقرص اللي ما فيهاش مثلا هعمل فيها ايه، نغزة زي كده. بس ممكن النغزة دي تروح عشان احنا حاطين بيكنج باودر، لكن عادي يعني. المهم انت بتحاولي تعلمي القرص اللي فيها العجوة من اللي ما فيهاش، بحط دي لوحدها ودي لوحدها واشتري دماغي. بعد كده انا بحطها في الفرن على نار عالية جدا، يعني على درجة 200، على اعلى نار في الفرن، على الرف التحتاني. كل ما بتعلي النار والفرن يكون سخن، القرص بتبقى معاكي تحفة وخطيرة. بحط القرص وبتابعها حسب الفرن، مش بمزاج يعني، مش بعدد، مش بوقت محدد، حسب الفرن ما يجي معاكي. بنحط القرص اول ما تدي اللون الجميل الذهبي ده من تحت، بقوم طافيه الفرن من تحت ومشغله الشوايه، رافعه الصاج في الرف الوسطاني، ومشغله الشوايه برضو على اعلى حاجه او على متوسط، بتاخد لون برضو من فوق وبس. ده بيخلي القرص بتاعتك تفضل طريه. وزي ما شفتوا كده، انا كنت مغطيه القرص اول ما طلعت بفوطه او بقطعه قماش نظيفه، ببلها ميه اعصرها كويس قوي، واكتم بيها الصاج وهو طالع من الفرن، مجرد ما يطلع من الفرن عشان تفضل طريه. وبسيبه عليها يعني بتاع 3-4 دقايق كده، ما تسيبوش كتير. اول ما اجي اضغط بايدي الاقيه طري، خلاص بروح شايله الفوطه واحط القرص بتاعتي زي ما انت شايفه كده. طيب اخزن القرص دي ازاي؟ بعد ما تبرد خالص بنحطها في اكياس، تحطيها في التلاجة، ممكن تقعد من 5 ايام لاسبوع. وتحطيها في الفريزر، ممكن تقعد من شهر لشهرين ل3. واول ما تطلعيها تسيبيها تفك وتاكلي منها، او ممكن تسخنيها لو انت حابه. بس هي لو سبتيها من بالليل للصبح بعد ما تطلع من الفريزر، بتبقى كأنها لسه معموله دلوقتي حالا، لو انت عاملاها بنفس الخطوات دي. عايزه بقى اكلمك على حاجه مهمه قوي 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 قبل ما انهي الفيديو، على فرصه عمل لكل الناس اللي بتعاني من غلاء الاسعار، واللي محتاجه شغل من بيتها من غير ما تخرج، من غير ما تتبهدل في مواصلات، من غير ما تشتغل عند حد. شغل اونلاين جميل جدا جدا يا جماعه، مع شركه دوليه، مضمون جدا، 100% مضمون ان شاء الله. تاخدي عمولاتك بالدولار. محتاج بس منك ان انت تكوني حد بيكون بيحب يتعلم، صبور، باله طويل. هتعملي مشروعك الخاص وهيبقى عندك البيزنس بتاعك الخاص. صدقيني مش تسويق، مش هتتعبي في التسويق ولا في الكلام دوت. الشغل سهل جدا وبسيط، بس هو محتاج منك ان انت تتعلمي كويس. تابعوني مع الواتس في الرقم اللي ظاهر قدامكم.